يعمل ثرو كويس، بس صلاح بتاع ليفربول إن ياخد 1 و2 ويجري أو ياخد الكرة من الدفاع للهجوم، الموضوع بقى يعني مُحبِط بشكل غير طبيعي، وأنا تخوّفاتي إن هو يلعب ب90 دقيقة الفترة اللي جاية. صلاح ما بقاش صلاح يا جماعة، وعشان كده الاختيار بتاع هيثم حسن ممكن يكون اختيار كويس، وأرجو إن هو ياخد فرصة، وأرجو إن هو يلعب مع صلاح. نيجي للعيب زي تريزيجيه، تريزيجيه يا جماعة ما تقدرش تختلف عليه إن هو بيعمل مهامه الدفاعية بشكل ولا أروع، ولكن خلّينا نقول إن أكيد في ناس أحسن. طب تيجي تقول لي إن إبراهيم عادل ممكن يكون أحسن منه؟ والله خلّيني أقول لك إن إبراهيم عادل أو أي حد في المركز ده أو الposition ده ما قدرتش أوصل لشخص يقنعني بدنيًا أو فنيًا إن حد ياخد الposition ده، فلحد دلوقتي ممكن حسام حسن يعمل تغييرات في المنطقة دي. بالنسبة لنُص الملعب بقى، فإمام عاشور يا جماعة ما فيش اختلاف عليه، يعني أنا مش شايف إن إمام عاشور المفروض يطلع برّه الملعب نهائي إلا لو في إصابة أو إلا إن حصل له إجهاد أو أي شيء، ولكن إمام عاشور لازم يبقى في نُص الملعب، لإن هو فعلًا من الناس القليلة، إن هو حتى ما خدش تعليمات أو instructions، هو الوحيد اللي بيعرف